ازيكم عاملين ايه؟ شكرا جدا على كومنتاتكم ودعواتكم في الفيديو اللي فات. بجد فرحتوني جدا. في الفيديو ده ان شاء الله هجاوبكم على كل اسئلتكم اللي سألتوها لي في الفيديو اللي فات. اول حاجة هتقابلنا واحنا داخلين من باب الشقة البراويز دي، ودي معمولة من الفيوتك، موجودة عند اي موان وسهل ان احنا نركبها لوحدنا. والسبوتات دي من اي محل كهربائي، ولازم الكهربائي هو اللي يركبها لان الحيطه دي ما فيهاش كهرباء للاسف، فلازم هو اللي يركبها بنفسه. واللزق الديكوريشن ده كنت طالباه اونلاين، هو مقاسه 60 سنتي والبرواز دوت 90 سنتي، فحطيته جواه. هو في الاول كنت هحط الساعه دي، كنت هطلبها بمقاس 90 سنتي، بس حسيت ان هي مش هتيجي، فاضطريت ان انا اكبر الساعه دي مقاسها 120 سنتي، فحطيتها في الحيطه اللي هي الفاضيه دي. ده قلت شكلها هيبقى افضل. تاني حاجة النجف ده، انا كنت جايباه من شارع الكهرباء في العتبة. حبيت ان النجف بتاعي يكون اللي هو شوية ستايل بوهو، ويبقى لايق على الديكور بتاعي. انا ما كنتش حابة ان انا اعمل ديكور كلاسيك، فانا عاملاه مودرن شوية، فحبيت ان انا اختار النجفة بالشكل ده. سألتوني برضو على نوع القماش بتاع الانتريه، ده نوعه باندا تقريبا. بيقولوا عليها نجيب سليم، مش متأكدة الصراحة. فهو ده شكلها، يا ريت لو تعرفوا قولولي في الكومنتات ده اسمها ايه. ده بالنسبة للقماش بتاع الكراسي. بعد كده هندخل على القماش بتاع الانتريه، هو قماشة كتان، واللون ده كان درجة من درجات الكافيهات او البيج. بعد كده هندخل على السجاد. السجادة دي طالعة ترند الفترة دي. جبتها من النساجون الشرقيون، هي اسمها سجاد كليم، لايقة قوي على الستايل بتاعي الصراحة، فحبيت ان انا اجيب الشكل ده. ودي كان مقاسها 2 في 3. والترابيزة دي كنت طالباها من رنين اونلاين. الويب سايت عليه حاجات ما بتبقاش في الفرع، هتلاقوا ان في حاجات كتيرة قوي على الويب سايت والكواليتي بتاعها حلو جدا. فانا كنت طالبة منهم الترابيزة دي والجزامة برضو، كلهم جم نفس الشكل ونفس اللون، مع ان كل منتج هو بالبايع بتاعه، بس سبحان الله هم كلهم جم نفس الشكل. وهي دي الجزامة، هي من غير مراية. المراية دي كانت عندي في أوضة النوم، وأنا طلعتها هنا لقيت إن الخشب نفسه هو برضو، فحطيتها هنا أحسن. بعد كده هندخل على السفرة، ودي كنت طالباها اونلاين من صفحة على الفيسبوك، اسمها مؤسسة محمد عبد المجيد. ودي انا كنت مفصلاها بمقاس مخصوص، هو 150 سنتي، عشان ما يبقاش كبير قوي على المكان. هو المقاس ده مناسب قوي مع الاسكان الاجتماعي. هو ده الخشب بتاع السفرة، وانا الصراحة مش حاطة ازاز على السفرة عشان مش بحب شكله. هو كده كده احنا مش بنستخدمها كتير غير في العزومات، ممكن نحط عليها مفارش السفرة اللي هي البلاستيك العادي وقت العزومة. ولو تلاحظوا انا مختاره القماش بنفس خامات القماش بتاع الانتريه تقريبا، ونفس الالوان عشان يليقوا على بعض. ودي النجفة بتاعة السفرة، نفس برضو ستايل النجفة بتاعة الانتريه، هو الستايل البوهو. حبيت ان هما الاتنين برضو يبقوا نفس الشكل، بس دي بالطول على طول السفرة يعني. وبعد كده الستاير، محبتش اعمل بلتكنات، اركبها في السقف على مجر تبقى نازله من السقف بطول الحيطه كلها. هي الخفيفه نوعها التان، والتقيله نوعها همر. والمجر دي مقاسها 265 سنتي، والستاير هي 5 متر خفيف و5 متر التقيله. والسجادة دي برضو مقاسها 2 في 3 من النساجون الشرقيون. حبيت ان انا اجيبها اغمق شوية عشان تبقى تحت السفرة ما تتوسخش بسرعة، مش زي اللي عند الانتريه، عشان تستحمل شوية عند الاكل لو وقع عليها حاجة.
وبكده أكون إن شاء الله جاوبتكم على كل أسئلتكم في الفيديو ده. لو عندكم أي سؤال ما تنسوش تقولولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. سلام.